الخطة بتاعتنا بتقوم على فكرة ليه مهم إن يكون الأخصائي النفسي ليه تواجد رقمي، وبنبدأ نشتغل هنا على مجموعة من الأسباب، وبنبدأ نفقّطها كده مع بعضينا ونشرحها مع بعض، ونبدأ نشوف كل سبب من دول هل هو مهم ليك، هل كل الأسباب مهمة ليك كأخصائي والّا ممكن تكون أنت قاصر على سببين 3 وتبدأ تشوف لو في توافق مع الأسباب ديّة تبدأ إن أنت تشتغل على فكرة إنك تحقق الأهداف دي. فالمحتوى الأولاني أو الجزئية اللي هنخش فيها في البداية هتبقى متعلقة بفكرة أهمية التواجد الرقمي ليك كأخصائي نفسي. بنشتغل بعد كده فيها على شقين، شق منهم خاص بفكرة إنك يتوفر لك فرص مهنية إنك تلتحق بأماكن تانية تشتغل فيها، والجزئية التانية هي فكرة إنك توفر لنفسك فرص إن تقدر إن أنت تستقطب عملاء جدد من خلال إن هم يكونوا حريصين على فكرة الخدمة اللي أنت بتقدمها في المجال اللي أنت متخصص فيه أو في المشاكل اللي أنت بتقوم بالتعامل معاها. بعد كده هنخش في منطقة تانية اللي هي منطقة إزاي هتختار المنصة المناسبة ليك، ودي بنتعامل فيها على شقين، الشق الأول بنشوف إيه هي طبيعة المنصات اللي موجودة على السوشيال ميديا، وكل منصة سواء من نقط ضعف من نقط قوة من الجمهور اللي موجود عليها، سواء المحتوى اللي بيبقى مناسب ليها، وبناخد بعد كده البيانات دي ونبدأ نشوف الأنسب ليك أنت عشان تبدأ تشتغل وفقًا للتخصص بتاعك، ووفقًا للجمهور المستهدف بتاعك، ووفقًا لطبيعة العمل اللي أنت بتقوم بيها.